ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد يا جماعة، وفيديو مختلف عن اللي كل مرة بتشوفوه. تمام. يا رب يكون الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم يا رب وبتنول اعجابكم. بس يا جماعة انا بلاحظ ان في حاجة يعني برضك ممكن تكونوا انتوا برضك اصحاب قنوات بتتضايقوا منها. انا لما بخش عندي على الاستوديو بتاعي بتاع اليوتيوب، بدخل على الابليكيشن بتاع الاستوديو بتاع اليوتيوب عشان اشوف قناتي، بلاقي ان في ناس شايفه الفيديو دقيقه، شايفه الفيديو دقيقتين، والفيديو مثلا بيبقى 8 دقايق 9 دقايق 12 دقيقه 10 دقايق، فبلاقي شايف منه دقيقه. تمام. او حاطط مثلا اللايك، شايف منه دقيقه وحاطط لايك وحاطط كومنت وبيطلع من الفيديو. على فكره انت كده مش بتحبني، انت كده بتاذيني. انا قلت الموضوع ده يا جماعه قبل كده ومعلش بقوله تاني، انت كده بتاذيني. لو انت مش حابب قناتي، مش حابب قناتي ومش حابب المحتوى بتاع قناتي، ممكن عادي جدا ان انت تشيل الاشتراك، انا مش هزعل. بس انت كده عندي انت مش بتعمل اضافة ليا، انت بتضرني من الاول. لو انت مش عاجبك القناة بتاعتي او مش عاجبك المحتوى بتاعي ما تعملش اشتراك. انما طالما عملت اشتراك في القناة، يبقى انت المفروض مهتم بالمحتوى بتاع القناة. فالمفروض ان انا لما بنزل فيديو، وبرضك يا جماعة لو انا بقول حاجة غلط قولوا لي يا حسن انت غلطان في الكلام، اكتبوا لي في الكومنتات قولوا لي يا حسن انت غلطان في كلامك. تمام. المفروض ان انا واحد دلوقتي عملت اشتراك في قناة، راجل محترم او قناة محترمة، بخش اعمل اشتراك في قناة محترمة، وعجبني بعمل اشتراك عشان القناة عجباني والمحتوى عجبني، فبخش اتفرج على الفيديو كامل عشان استفاد، وكلنا بنستفاد من بعض. تمام. انا قناتي قناة طبخ زي ما انتم عارفين، بنعمل اكلات سواء انا او مراتي، اللي فاضي فينا بيعمل، او انا مثلا بعمل مقدمه ومراتي هي اللي بتعمل. فاحنا يعني في تفاهم ما بيننا في حته ان احنا بنعمل فيديوهات عن الاكل سواء هي او انا، ده مفيش اي مشكله. اللي بيخش بقى بيتفرج، يعني انت بتتفرج مثلا دقيقه، انت والله بتتفرج الدقيقه دي على عيني وعلى راسي الكومنت بتاعك، وعلى عيني وعلى راسي اللايك، وعلى عيني وعلى راسي الدقيقه. بس انت كده مش انت كده مش بتفيدني، انت كده بتضرني انا كقناة، انت بتضرني من، مش بتضرني كحسن، يعني فاهمني، كحسن شخصيا انت بتضر قناة حسن اللي هو الشخص اللي بيطلع لكم في القناة، لان دي قناتي، فبتعود عليا بالضرر. فاهمني؟ فانا دلوقتي لما انت بتعمل دقيقة مشاهدة وبتعمل لايك و... وبتعمل كومنت وتروح طالع من الفيديو، انت بتدي ايحاء وبتعرف كده اليوتيوب ان الفيديو ده مش حلو، او الفيديو ده فيه حاجة مش حلوة. تمام. اليوتيوب بيفهم كده، لان دي خوارزميات في اليوتيوب وحاجات مش، يعني حاجات اكتر بتبقى يعني مرتبطة بالخوارزميات وحاجات تكنولوجية اكتر. فانت كده بتضر حسن مش بتفيد حسن. انت كده بتخلي مستوى المشاهدة عندي واطي جدا من ناحية اليوتيوب. مستوى ان انا الفيديو بتاعي يقترح من اليوتيوب، بيبقى الموضوع برضك صعب وقليل جدا، لانك انت بتشوف حاجة بسيطة من الفيديو وبتطلع وبتعمل لايك وبتعمل كومنت، فانت بتدي حل اليوتيوب بتعرفه ان الفيديو ده اصلا مش حلو، لانك انت طلعت من اول دقيقة منه. فكده انت بتضر الفيديو عندي وبتبوظ لي الدنيا. عامة يا جماعة أنا وجعت لكم دماغكم، معلش أنا آسف، بس دي نقطة مهمة كنت حابب أتكلم فيها قبل ما أبدأ الفيديو. النهاردة فيديو جديد يا جماعة. النهاردة هنعمل معاكم حمص الشام. ده طبعا انتوا زي ما انتوا عارفين ده المشروب الرسمي بتاع الشتاء، عشان نتدفى مع بعض يا جماعة. اتفرجوا على طريقة الحمص، أنا اللي عاملها النهاردة، وأنا اللي هصور لكم الفيديو بتاعي النهاردة، وأنا اللي هعمل لكم طريقة الحمص كاملة. اتفرجوا عليها ويمكن تعجبكم الطريقة بتاعتي، ويعجبكم الطريقة اللي أنا بعمل بيها، وممكن تعملوا وتجربوا يمكن برضك تعجبكم. احنا بنفيد بعض، بنفيد وبنستفيد من بعض. وما تنسوش يا جماعة اللايك الجميل والكومنت الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد احنا بنعمله. يلا بينا نروح نشوف الحمص بيتعمل ازاي على طريقتي. يلا بينا يا جماعة. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه هوريكم طريقه عمل الحمص. النهارده بقى هنعمل احلى حمص يا جماعه. النهارده مشروب الشتاء بقى اللي انتوا عارفينه، الحمص بقى بتاع الشارع بالظبط، هنعمله في البيت. وشوفوا معانا الطريقه كامله وهتعجبكم جدا.
يلا بينا عشان نبتدي الطريقة مع بعض واوريكم في الاول بنعمل ايه في الحمص. اول حاجة هنعملها في الحمص هنحطه في مية وننقعه لتاني يوم. يعني بنسيب الحمص لتاني يوم منقوع في المية، وبنبتدي بقى نتعامل. هنوريكم شكل الحمص ولما بيتحط في المية ويتنقع. يلا بينا. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ كده شكل الحمص اهو بعد ما انا جبته وحطيته في المية. انا جبت طبق وحطيت فيه شوية مية من الحنفية عادي، ورحت حاطط فيه شوية الحمص دول هنقعهم كده لتاني يوم زي ما انتوا شايفين كده يا جماعة. ده كده الحمص بتاعنا جايبينه اهو ونعينه في مية كده، هنسيبه لحد بكرة، وبكرة ان شاء الله نبتدي نعمله. هوريكم الطريقة كاملة وطريقة المية بتاعته بتتعمل ازاي. ودلوقتي بقى يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده جبت الحمص اهو بعد ما صفيته من المية. انا كنت بوريكم امبارح ان هو انا نقعه، النهارده بقى صفيت المية من عليه بعد ما نقعته يوم كامل. ودلوقتي بقى حطيت حلة مية زي ما انتوا شايفين كده على النار فيها شوية مية، هسيبها تغلي شوية وبعد كده اسقط فيها الحمص، وخليكم معايا خطوة خطوة. دلوقتي كده يا جماعة المية بتغلي اهي زي ما قلت لكم. هنحط بقى الحمص، هنسقط الحمص زي ما انتوا شايفين كده. تمام. وكده نزلنا اهو الحمص في المية اللي كانت بتغلي، هنسيبه بقى يغلي كده غلوتين الحمص بالمية بس، وهنقشر فصين توم وندقهم كده وايه وهنحطهم بردك عليه. خليكم معايا بردك عشان تعرفوا الطريقة للنهاية. دلوقتي دول فصين التوم اهم، هبتدي انزلهم اهو على الحمص مع المية اللي بتغلي. تمام. بعد كده دلوقتي هجيب اهو دلوقتي الصلصة اللي انا خلطتها في الخلاط، هبتدي بقى انزلها عليه. الصلصة دي يا جماعة انا صفيتها، كل واحد على حسب دنيته، ممكن واحد يصفيها وممكن حد ما يصفيهاش على حسب ايه كل واحد وطريقته. انا عن نفسي صفيت الصلصة دي ونزلت فصين التوم، ورحت صفيت الصلصة دي خلطت 3 قطات في الخلاط وايه صفيتهم ونزلتهم على ايه على الحمص زي ما انتوا شايفين كده. هبتدي بقى دلوقتي احط الملح، دلوقتي املح الحمص. تمام. وابتدي احط بقى شوية كمون، دي كده طريقتنا يا جماعة في عمايل الحمص. اتفرجوا معانا للاخر عشان تعرفوا الطريقة كاملة من على قناة حسن هاشم. نبتدي بقى نقلب كده، وغلوتين بقى يا جماعة هنسيبهم يغلي غلوتين بقى وبعد كده نقفل عليه، ويبقى كده الحمص بتاعنا اتعمل. هوريكم بقى شكله في النهاية عامل ازاي. اتفرجوا على الفيديو للاخر عشان تعرفوا شكله هيبقى عامل ازاي في النهاية. يا جماعة شكل بقى الحمص بتاعي الجميل بعد ما اتعمل زي ما انتوا شايفين كده. ده كده شكل الحمص بتاعي الجميل بعد ما خلص. طبعا بعد ما حطيت له طبعا الشطة والليمون. ده شكل الحمص بتاعي. طبعا يا جماعة الحمص بتاعي بقى ايه مستوي جميل جدا لان انا نقعه من امبارح، فطبعا ما خدش كتير على النار، يعني هو بالظبط ربع ساعة على النار، من 10 دقايق لربع ساعة، واستوى بقى زي الفل زي ما انتوا شايفين. ده كده شكل الحمص بتاعي بعد ما خلص، وحطيت الليمون والشطة الجميلة. وبألف هنا بقى يا جماعة، وتعالوا كلوا معانا، واستنوني بقى في فيديو جديد ان شاء الله قريب. ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد احنا بنعمله. باي باي.